رودريغو يكشف عن أصعب لحظة في مسيرته. لا يمكنني نسيان تلك المعاناة. يرى رودريغو غويز لاعب فريق كرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني أن أسوأ أيام مسيرته في كرة القدم كانت أمام كرواتيا عندما خرج المنتخب البرازيلي من كأس العالم. منتخب البرازيل غادر مونديال قطر 2022 من دور الثمانية عندما خسر بركلة ترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لكل فريق. قال رودريغو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: شهد كأس العالم أكثر اللحظات التي شعرت فيها بالألم. أعلم أنني صغير ولا يزال لدي الكثير من البطولات لألعبها، لكنني لا يمكنني نسيان لحظة خروجنا على يد كرواتيا. لا يوجد شيء سهل في هذه الحياة، لا أحد لديه قصة مثالية، لذلك يمكنني أن أضع لحظة خروجنا من كرواتيا ضمن اللحظات التي شعرت فيها بالمعاناة. أنشيلوتي أعتقد أنه يركز الآن على ريال مدريد، لديه عقد مستمر حتى نهاية الموسم الجاري. بعد ذلك لم أعد أعرف ما يمكن أن يحدث. علينا الاستفادة من الوقت الذي سيكون فيه دينيز مدربا للبرازيل. وضع لونين في ريال مدريد بعد التعاقد مع كيبا. باتت الأمور غير واضحة في ريال مدريد بخصوص وضعية الحارس الأوكراني أندري لونين بعد تعاقد النادي الملكي مع الحارس الإسباني كيبا من تشيلسي ليكون بديلا للمصاب تيبو كورتوا الذي سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الرباط الصليبي. لونين ارتبط في أكثر من مناسبة سابقة بحمل حقائبه والرحيل عن ريال مدريد بحثا عن المزيد من الدقائق بعدما حصل على دور ثانوي في مباريات لوس بلانكوس في الموسمين الماضيين. الحارس الأوكراني يريد لعب دورا مع الفريق الأول يساعده في المزيد من التطور والنمو كلاعب في الفترة القادمة، وكان يعول على الحياة بعد كورتوا من أجل الحصول على مبتغاه، لكن يبدو أن الرياح قد لا تجلب له ما لا تشتهيه سفنه. زوجة لونين ردت على السؤال المنطقي في الوقت الراهن بخصوص وضعية اللاعب وإن كان سيعود من جديد ليصبح الحارس الثاني في ريال مدريد خلف كيبا من خلال حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي انستغرام. وقالت زوجة حارس ريال في تعليق يحمل أكثر من معنى: لن يكون الحارس الثاني، سيسعى لتأمين نفسه ويكون الحارس الأول. الجملة التي قالتها زوجة لونين يمكن اعتبارها تحديا لأندري لكي يظهر بأفضل حالة في التدريبات وإثبات جودته في المباريات التي يشارك فيها هذا الموسم، مع اعتبار أن فرصه في لعب الدور الذي يريده في ريال مدريد تبدو أكبر في وجود كيبا مقارنة بقورتوا، خاصة أن الميرينجي لن يعتمد على أرازي بلاغا إلا في موسم واحد فقط بنظام الإعارة. معنى آخر، تحميله رسالة زوجة لونين فقد يكون تلميحا لرفض الفكرة مرة أخرى وطرقه الباب للرحيل عن النادي هذا الصيف لكي يكون حارسا أساسيا في فريق آخر قبل غلق السوق الصيفي. مفاجأة: أنشيلوتي يطلب من ريال مدريد إغلاق صفقة مبابي. تزداد الشائعات حول مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي في الأيام الأخيرة بعدما تم السماح له بالعودة إلى تدريبات الفريق الأساسي في باريس سان جيرمان. وذكرت شبكة ديفنسا سنتر الإسبانية أن المدير الفني لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي يشعر بالقلق بشأن انشغال لاعبي الفريق بمتابعة أخبار صفقة مبابي. أضافت الشبكة أن أنشيلوتي طلب من اللاعبين التركيز على أنفسهم وعلى ما يمكنهم السيطرة عليه بعيدا عن مبابي. وأوضحت أن أنشيلوتي يدرك جيدا نقاط ضعف الفريق وأنها ليست مرتبطة بإصابة الثنائي تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو. وأشارت إلى أن أنشيلوتي ينفي علنا أن الفريق في حاجة إلى مهاجم جديد بعد أن أصبحت صفقة مبابي هذا الصيف أمرا مستحيلا، ولكن تصرفاته خلف الكواليس تكشف عكس ذلك. أكدت أن أنشيلوتي تحدث سرا مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وطلب منه ضم دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس لمدة موسم على سبيل الإعارة. أوضحت أن أنشيلوتي قال لبيريز في حديثه الخاص: نحن بحاجة إليه لتكملة الفريق والبقاء في القمة. وحتى الآن لم يتحرك بيريز لتنفيذ طلب أنشيلوتي في سوق الانتقالات، وترددت أنباء بأن قائمة ريال مدريد قد أغلقت بالفعل ولن يتعاقد النادي مع أي لاعب آخر في هذا الصيف. الجدير بالذكر أن فلاهوفيتش يعتبر مصدر اهتمام العديد من الأندية نظرا للإمكانيات الكبيرة التي أثبتها في أول فترة انتقاله إلى نادي يوفنتوس الإيطالي. نجم ريال مدريد يخاف من خيانة أنشيلوتي. كشفت تقارير صحفية اليوم أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني يخاف من خيانة المدير الفني للفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي. ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، يبدو غياب اللاعب الإسباني إبراهيم دياز عن المواجهة الأولى بالليغا مؤشرا مقلقا للاعب، وكان اللاعب قد عاد لقلعة سانتياغو برنابيو بعد انتهاء فترة إعارته مع إيسي ميلان، حيث ساهم خلال فترته في استعادة بطولة الكاليتشو بعد غياب طويل في الموسم قبل الماضي. ولم أنشيلوتي على دياز بشكل أساسي في مباراة أتلتيك بلباو ولم يدفع به كبديل على الرغم من غياب التركي أردا غولر المصاب الذي يلعب في نفس مركزه.